حياة الماعز وليش صاير ترند ومسبب ضجة عنيفة. الدنيا كلها بتتكلم عنه بالعربي بالهندي بالانجليزي. خلني أبدأ المقطع بحرب بسيط للفيلم. القصة تبدأ بالبطل الهندي اللي كان يشتغل شغلة بسيطة في الهند، وهي إنه يبيع الرمل المستخدم بالبناء ويقبض مبلغ مادي بسيط. كان سعيد بحياته رغم بساطتها، طبيعة حلوة، حب، ناس، عائلة، بس يبغى لها فلوس. يعني المنغص الوحيد في حياته كان نقص المادة، ما عنده فلوس. سمع هو أصدقائه إن فيه فرصة للعمل في السعودية، ولكن بمقابل مبلغ مادي، يعني أنت تدفع لنا ونحن بنرتب وضعك وبنوفر لك وظيفة بتقدر ترتب حياتك كلها. فراح المسكين ورهن البيت سعيا لأنه يقتنص هالفرصة الذهبية. يعني يبغى يشتغل كم سنة يضبط أوضاعه المادية ويرد لها، لأن الإقامات في الخليج غالباً تكون مؤقتة ما لم تكن العائلة كلها مستقرة في نفس الدولة، وتكون الإقامات على الشغل يعني على الشركات. وفي حال كان الشخص يحتاج عامل أو عاملة فيخلي إقامة هالعامل أو العاملة عليه ويكون هو كفيله. شو فكرة الكفيل أو فكرة الشركة؟ إنهم هم يكونون المسؤولين عن سكنه وأكله ويعطونه راتب، وبالمقابل الشخص يؤدي وظيفته ويخدم، فيتم تعيينه على حسب المطلوب. إما أن الوظيفة تكون وظيفة مكتبية، وإذا مثلاً كان الشخص هو اللي طالب فممكن يكون الوظيفة طباخ، سائق، دريول، راعي غنم، مزارع، وهكذا. المهم ان البطل رهن البيت وراح هو صديقه للسعوديه، وقالوا لهم انهم بيشتغلون مع بعض. واول ما وصلوا قعدوا يتريون في المطار، بس ما حد قرب منهم الا وشوي ويظهر واحد وياخذهم وياه. يلا بسرعه تاخرنا، يلا بسرعه. كان التواصل بينهم صعب بحكم انه ما يعرف لغتهم ولا هم يعرفون لغته. طلعهم سيارته ومشى فيهم للصحراء لين ما وصل لاول مكان او اول محط، فنزل الهندي الاول وقال الثاني يطلع. المشكله هني صار الغلط، هم قالوا لهم بيشتغلون مع بعض بس مو قادرين يكلمون الكفيل بان هذا الاتفاق اللي هم كلموهم عنه. خذ الشخص الثاني واللي هو البطل الى مكان ثاني. البطل كان يحاول يكلم الكفيل ويرويه بالاوراق الرسميه. فشو سوى الكفيل المتغطرس؟ راح خذ الاوراق مع الجوازات وكل شيء وقطعهم وفرهم بالهواء. هني الهندي عرف انه هو توهق لا محاله. في المنطقه نفسها شاف واحد من نفس جنسيته ولكن شايب ولحيته طويله والرمل مغطيها وهزيل. الشايب قال للبطل انت ما تعرف طبيعه العمل هني؟ مع الوقت كانوا يعودونه على العبوديه، يعني يمنعون منه الاكل لفتره ويردون يعطونه شوي، يصارخون عليه، وبعدين اذا طلع منه تصرف اوكي يضحكون وياه ويحاسنونه. بهالفتره هو كان جدا حزين، يحاول يتاقلم مع الوضع، كل مره يسترجع ذكرياته. في يوم من الايام شاف مجموعه من النسور متجمعين، يوم راح وشافهم حصلهم ينهشون بجثه الشايب اللي من نفس جنسيته، فعرف انه لو استسلم للواقع بيكون المصير نفسه. خصوصا بعد ما شاف انعكاس صورته بدريشة السيارة وشاف انه صاير يشبه هيئة الشايب، لحية طويلة وجسم هزيل. مع مرور الايام صادف انهم ينقلون صديقه للرعي في مكان قريب منه، ويوم شافوا بعض رغم تغير هيئتهم الا انهم عرفوا بعض. في اللقاء الثاني صديقه اعطاه ورقة ومكتوب فيها انهم مخططين للهرب وان معاهم واحد من جنسية افريقية هو بيكون دليلهم في الصحراء لانه يعرف الدرب. فشافوه انه هو حبل نجاتهم الوحيد. في رحلة الهرب صادفوا وايد صعوبات. توفى الهندي الأول وتبعه الأفريقي، وما بقى غير البطل اللي وصل بعد شق الأنفس لشارع يقطع رمال الصحراء. ظلت السيارات تمر منه وما توقف لأنه شكله يخوف وما حد يعرف هو أنسي ولا من الجان، ولأنه شخص بهيئة غريبة في مكان مو مأهول بالسكان وما فيه ناس. لين ما شافه واحد سعودي فيه الخير وركبه في السيارة ووداه للشرطة. بعد ما أكل وتهندم ودوه المكان يجمعون فيه كل العمال الهاربين، لأن وجودهم يعتبر مخالف بطريقة غير شرعية وهاربين من الكافلين، وكانوا الكافلين يمرون فكل واحد يشوف العامل ماله وياخذه وياه. الكفيل المتغطرس راح لهناك وشافه بس ما قدر ياخذ لأنه أصلا ما طلع هو الكفيل الرسمي. تخيلوا يعني بالحرف الكفيل سرقهم واستغل جهلهم وشغلهم عنده، وهذا يفسر عدم اهتمامه بأكلهم وشربهم وإنه ما كان يصرف لهم رواتب. وحتى يوم مات الشايب ونهشت جثته النسور ما كان يهمه لأنه ما حد بيسأل عنه وما حد بيحاسبه وما حد بيدري عنه أصلا.
ورمال الصحراء بتغطي كل شيء مع الوقت. الحين هذه القصة باختصار، شوي باختصار، بس لا حرفيا لأن القصة الواقعية 3 ساعات. خليني أخذكم لبعض التفاصيل العجيبة. أولاً ما حد يقدر ياخذ أي أحد من المطار بدون أوراق رسمية ودلالات ثبوتية، ولو فعلاً هاللي صار فنروح للنقطة الثانية واللي هي الشر موجود بالدنيا والخير بعد موجود وبكل دول العالم، مو بس بالسعودية أو بالخليج. والوحشية اللي ظهر فيها هالشخص السعودي تعتبر استثناء ومو الشيء الدارج، لأننا كلنا مسلمين ونعرف إن هالشيء حرام. بس هل ها معناه إن نفس هالقصص ما يصير وإنه ما في كفيل يضرب العامل اللي عنده؟ الإجابة هي لا، بس نحن ما نقدر نعمم. يعني مثلا في بعض الآباء يضربون ويعنفون أطفالهم وهم من لحمهم ودمهم. هل يصير نقول إنه كل الآباء عنيفين ويعنفون أطفالهم؟ طبعا لا، لأنهم استثناء مو بالتعميم. فيمكن القصة صحيحة ولكن ما نقدر نعمم، لأن في عدد كبير من العمالة يتم التعامل معهم كأخوان وكجزء من العائلة. النقطة الثالثة العجيبة هي إنه يوم قرر يهرب ليش ما أخذ جمل أو ناقة؟ لا صدق هذه للحين ما فهمتها. هو المفروض إنه قضى سنين مع هالحيوانات فأكيد يعرف كيف يتعامل معاهم، فليش يوم قرر إنه يهرب ويعرف إن الدرب طويل ما أخذ واحد من هالحيوانات؟ النقطة الرابعة، الفيلم عرض مشكلة واقعية بغض النظر عن البهارات المذكورة، بس ليش ما حط الحلول اللي تسويها الدول لتنظيم هالجانب عشان يصير الفيلم يحمل قصة ويكون له دور توعوي بنفس الوقت؟ كل المحامين من كل الدول العربية والخليجية يعرفون إن هالفئة لها حقوق وعليها واجبات، وإن في جهات يقدرون يتواصلون معاها لو أي شخص أخل بالاتفاق. النقطة الخامسة، الشركة اللي دبرت لهم الفيز من الهند ليش ما تابعت أحوالهم ولا بلغت عن اختفائهم؟ وليش مثلا ما شافت إنه ما في حوالات قاعدة توصل؟ العمل كقصة حلوة، لكن تمنيت لو ما كان فيه إساءة أو لو وضحوا على الأقل الجزاء اللي كان يقدر يطالب فيه هالهندي من السعودي بالشرع والقانون، لأننا في النهاية كلنا بشر والدولة يحكمها قانون. النفس البشرية لو ما كان في شرع يضبطها تطغى وتجمح. لذلك الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على الأمن والأمان وإننا عايشين بدول قانون. أنا ما أنكر حدوث مثل هذه الأحداث ولكني أستنكرها بقوة، وفيه فرق بين الإنكار والاستنكار. في جرائم تصير تقشعر لها الأبدان، ما حد يقدر ينكر هالحقيقة. الحياة مو بوردية، فيها كل شيء وكل شيء يصير فيها، بس التعميم لغة الجهلاء. والأخطاء ما تنحل بالنقاش والجدال اللي يصير بالسوشيال ميديا أو بهجوم الدول على بعضها، بل بوضع قوانين تنظمها. تذكرت قانون في الإمارات اسمه قانون وديمة يحفظ حق الطفل في الإمارات، وحرفيا هالقانون تم إصداره بعد قصة جدا أليمة، جدا 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 أليمة. القصة حقيقية حتى انهم سووا مقابلة مع البطل. هي في البداية تم كتابتها كرواية وبعدين مثلوها كفيلم. يقال ان في القصة الحقيقية العامل قتل الكفيل واهل الكفيل اعفوا عن العامل بعد ما عرفوا انه كيف كان يعامله. وبشكل عام الهنود بعد وايد يعاملون المسلمين اللي عندهم بطريقة جدا سيئة، وهذا مو على نطاق شخص واحد او شخصين او 3، هذا على نطاق تعميم كامل. يعني كل المسلمين يعاملونهم بطريقة جدا سيئة، ومو بس في الهند، يعني قاعدين نشوفها بأماكن كثير. فالله ينصر الإسلام والمسلمين ويعزهم يا رب. اللي أباه منكم في السوشيال ميديا أنكم ما تقعدون تهاجمون الدول، لأن في النهاية كلنا عرب كلنا مسلمين، والأخطاء قد تطلع من بعض الأفراد ولكن ما يصير نعممها على الجنسية كاملة أو على الشعب كامل. ونفس ما قلت لكم تعميم لغة الجهلاء، فلا تحطون نفسكم في هذا الموقف وتكونون جهلاء. ولا تنسون أن الذباب الإلكتروني يتغذى على هذه الأخبار وعلى هالأمور يعني. وبس والله وصلت لنهاية الحلقة، لا تنسون اللايك والسبسكرايب واكتبوا لي في التعليقات لو شفت الحلقة للنهاية، ومع السلامة.